يسعد اوقاتكم، اسبوعيا بنطل عليكم عبر شاشه ارابيكا وحمل معنا الكثير من الاخبار الحصريه من لبنان وبلاد العالم. خلينا نبداها من العاصمه بيروت والدعوه اللي تلقيناها من السفاره المغربيه في لبنان، والمناسبه ذكرى 17 لاعتلاء جلاله الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين. الاحتفال حضروا شخصيات سياسيه دبلوماسيه ثقافيه اعلاميه وفنيه، ومنهم السوبر ستار راغب علامي وملك الاحساس وائل جسار. لقاء معهم عن الحضور وعن جديدهم، ايضا لقاء مع السفير المغربي في لبنان الدكتور علي أومليل، وهذا آخر لقاء معه لأنه بهاللقاء بيغادر السفارة ليحل مكانه سفير آخر. كيف الأجواء هناك؟ منتابع سوا. ونعلي فيه الله عليك يا بلادي ونسكن فيه ونعلي فيه الله عليك يا بلادي الله عليك يا بلادي فيك الناس تعمر تبني مجد تبني عزة تبني بيت بنزرع فيك نسمر من نور الشمس ونحصد نجمة تاخدنا للقمة بمجدك يا دار. سعادة السفير، بدنا نقول لك مثل كل سنة أنا بتابعك وكل سنة بكون معكم بهالعيد الرائع، ولكن مثل ما سمعنا كلمتك على المسرح عم بتقلنا حيكون هذا اللقاء الأخير، بدك تغادرنا، وأنا شخصيا عزت علي لأني بحبك كثير. شكرا. وفي الواقع أن السنوات التي قضيناها في لبنان كانت سنوات طيبة ومفيدة جدا، وكونا صداقات، وفي الواقع يعني كانت فرصة لتوثيق العلاقات المغربية اللبنانية، ولا شك أنني سوف أحمل معي أنا وأسرتي ذكرى طيبة وجميلة من لبنان. أنت كمان زعلان مثلنا أنك حتغادرنا؟ لا، إن شاء الله ستكون فرصة لاستقبال أصدقاء اللبنانيين في المغرب والعودة إلى لبنان، ستكون دائما هناك فرص إن شاء الله. تسلم الشعلة إلى سفير اللي قادم لنا، ويكون كمان قريب وطيب من الجميع مثل ما حضرتك. إن شاء الله، يعني لا شك أن السفير القادم سوف يكون دائما في مستوى السفراء المغاربة الذين يحملون معهم المغرب حيثما عينوا سفراء. بدنا نعيدك بالمناسبة اليوم، كيف بدك تعيد جلالة الملك؟ طبعا هذه مناسبة يهنئ المغاربة في كلهم جميعا جلالة الملك، وهي مناسبة لتجديد هذا الميثاق العريق القديم بين الملكية المغربية والشعب المغربي. سعادة القنصل، بدي اقول لك كل عام وانتم بألف خير. هذا اللقاء صرنا بنحافظ عليه، بنحبه كثير لأنه هو عيد مهم، ونحن بنحب جلالة الملك وبنحب الشعب المغربي وأرض المغرب، وبنحبكم أنتم بالذات. يعني بالسفارة المغربية بلبنان صرنا بنحسكم عائلة لنا. قديش أنتم طيبين، وبنقول لكم ينعاد عليكم. ميرسي عماد، احنا بدورنا كنشكروك على التواجد المستمر والدائم ديالك في المناسبات اللي كتنظمها سفاره المملكه المغربيه ببيروت، وخاصه عيد العرش المجيد. ومثل ما انتم تتحبونا، حتى الشعب المغربي كافه تيحبكم وتيحب الشعب اللبناني بشكل عام، وكنتمناو له مزيد من الازدهار ومزيد من الاستقرار ان شاء الله. شو بتقولي للشعب المغربي، شو بتقولي بالبدايه لجلاله الملك بهذه المناسبه المجيده؟
اكيد كنهني جلاله الملك وكنهني الشعب المغربي كافه، وتنتمنى ان شاء الله مزيد من التالق ومزيد من العطاء ومزيد من الاستقرار الامني، وهذا الشيء اكيد ان شاء الله في ظل حكم جلاله الملك محمد السادس. هذا العام في شيء جميل بالعائله، مولود مولاي رشيد. اكيد ان شاء الله يربى في عزهم مثل ما بنقول حنايا بالمغربيه، وكل سنه والعائله المغربيه الملكيه بالف خير، وهي عن جد عماد بحال اللي كتقولوا سند للشعب المغربي. بعد مرور هالسنوات سعاده القنصل، قد ايه فعلا تعلقتي بلبنان؟ حسيتي لبنان مثل ما كنت تسمع عنه؟ هلا عماد يمكن انت ادرى ما كاين شي واحد تيزور لبنان الا ما كيتعلق فيه، يعني لبنان بلد سبيسيال وبلد خاص وبلد جميل جدا. للاسف كاين بعض الظروف اللي كتخليه كيمر بحقبه ان شاء الله تكون مؤقته، ولكن ان شاء الله دائما مزيد من الازدهار. سعاده القنصل، قديش انت وجه محبوب، ويوم عن يوم كتار صاروا بيحبوا يجوا على السفاره ليشوفوا وجهك ويتعرفوا عليك، ومنهم ما شفنا اليوم حتى نجوم الصف الاول صار عندهم التزام انه يجوا على العيد الوطني، مثل ما شفنا اليوم السوبر ستار رغب علامي وملك الاحساس وائل جسار يمكن لاول مره بيجوا بيحضروا المناسبه. عماد احنا الشعب المغربي بشكل عام معروف انه شعب مضياف، شعب كريم وشعب يحب الاخر، فبالتالي احنا واجبنا كدبلوماسيين انه نعطيو هذا الانطباع في البلدان الاعتماديه ديالنا. من هذا المنطلق تنحاولوا نربطوا علاقات مميزه جدا مع الاخوان اللي تيكون عندنا اشتغال معهم بالسفاره، ولا ان كان سوبر ستار راغب علامه ولا ملك الاحساس وائل جسار ولا القيصر كاظم الساهر هذيك السنه، كلهم من الناس اللي حريصين على التواجد دائما بجميع المناسبات ديال المملكه المغربيه. اكيد هون بدنا نقول انه القيصر ما حضر، ولكن الورود الحلوه اللي بارسلها حضرت عنه. اكيد هو يعني الفنان كاظم الساهر من اصدقاء المملكه المغربيه، هو تقريبا مقيم بالمملكه المغربيه، هو من اصدقاء السفاره ودائما يسهر انه يكون متواجد معنا، واذا ما قدر يعني بيقوم بالواجب. شكرا وبنحبك بزاف. ميرسي، ونحن بالاكثر بزاف بزاف بزاف. ميرسي عماد. مين اهتم بطالتك اليوم ومين لابسك هالطوبه الحلو؟ هلا انا عندي مجموعه من الصديقات ومن المصممات ديال القفاطين المغربيه من مدينه فاس، اللي انا تنحرص دائما يكونوا قفاطيني منها، وكنلاحظ انك دائما انت حريص على انك يكون الزي المغربي حاضر في العيد الوطني ديالنا. الله يعطيك السر، ما عندي ما نسالك. شو النشاطات المقبله للسفاره ان شاء الله؟ هلا كنحاولوا ان شاء الله كل سنه نقوموا باسبوع ثقافي مغربي لنعرفوا الشعب اللبناني على الثقافه المغربيه، ان كان من ازياء، من موسيقى، من تراث. فاكيد ان شاء الله غيكون شي حاجه هذه السنه خلال هذه السنه، ولكن توقيت محدد قيد الدرس. السوبر ستار رغب علامي، اهلا وسهلا فيك. منور اليوم الاحتفال الذي تقيمه السفاره المغربيه، وهذا احتفال بيصير بكل الدول احتفالا بجلاله الملك محمد السادس لعيد العرش. خبرنا عن حضورك، قد ايه بتاكد محبتك للمغرب والشعب المغربي وجلاله الملك؟ انا اتعايش مع المغرب والمغاربه من 30 سنه، في المغرب وخارج المغرب، في لبنان، في امريكا، في فرنسا. الجمهور العريض الكبير الجميل الرائع المحب المتفاعل مع الفنان. طبعا المغرب طول عمره من ايام جلاله الملك الحسن وعلى ايام جلاله الملك محمد السادس كانت مركز حب للفنانين، من سيدة أم كلثوم إلى عبد الحليم حافظ. واليوم لما بتطلع على المغرب ما شاء الله بتطورها وازدهارها وحبها للفن والفنانين، بتلاقي نفسك لما تروح على المغرب تقول هوم سويت هوم بتلاقي نفسك جيت على بيتك. ونحن اليوم بدي أقول إنه يعني سعيدين جدا إنه يكون عندنا يعني السيد الفاضل سعادة القنصل بلبنان اللي نورت كمان وأعطي صورة راقية جدا عن المغرب، كيف المرأة تحتل مكانة مرموقة بالدولة وتكون يعني وجه جميل للبلد، تمثل بلدها بشكل كتير جميل. وبقول لك ست سعادة القنصل هي أكبر مثل على هيدا. فبنشعر نحن دايما أنه المغرب ولبنان بلدين شقيقين وشعبين شقيقين ومحبين لبعض، وإن شاء الله دايما هذا التواصل بيكون موجود. وكل عام وانتم بخير، كل عام جلالة الملك خير، وكل عام العرش دايما بحب
لشعبه ومن شعبه وبأمان واطمئنان إلى هذا البلد الرائع الجمال. ألف مبروك ما أصدرته مؤخرا السوبر ستار راغب علامة، كليب رائع وأغنية رائعة كالعادة، يعني هذا راغب. الحمد لله الحمد لله تعبنا عليه، والأغنية انشغلت بهدوء على نار هادية، وانطبخت على نار هادية، ومشان هيك عطيت نتيجة جميلة الحمد لله. أنا سعيد جدا بهالتفاعل الجماهيري مع الأغنية السريع، يعني خلال الأسبوع بعتقد اليوم وصلنا لمليون فيور على اليوتيوب، يعني كتير سريعة. سعادة السفير، أنت سفير للبيئة. المغرب بلد كتير محافظة على البيئة، والتروي ثروة الأشجار اللي عندهم، يعني جلالة الملك كتير مهتم كبلد بالزراعة، بتلاقي عندهم أحلى مزارع، وأنا إن شاء الله سيكون لي منزل يوما ما بالمغرب بإذن الله إن شاء الله. والله الشرف لإلي إن شاء الله. موفق. كيف كنا نقول بدنا نروح نلجأ إلى بلد آمن، شايفين اليوم ما بقى في ولا بلد آمن، شو عم بيصير بالدنيا؟ في بلد آمن، المغرب ما شاء الله موجودة وإن شاء الله دائما، يعني بدنا ندق على الخشب. في بلاد آمنة. لا اليوم حقيقة ما يتعرض له العالم العربي ويعني شيء مسيء. واليوم الإرهاب انتشر زي مرض السرطان. طول عمرنا نقول، إذا بتعرف تويتاتي دائما، الإرهاب هذا مرض سرطاني انتشر، وللأسف إلى الدول الأوروبية. يمكن كانوا معتبرين نفسهم أنه هم بعاد عن هالشيء ما بيتدخلوا، لا بالعكس كان لازم يتدخلوا بالأساس لقمع هذا الإرهاب. وهل اللي عم بيصير اليوم يعني الإسلاموفوبيا، هذا شيء مسيء، لأنه إذا 1 أو 10 أو 100 من مليارين مسلم عملوا هالشيء، مش معناتها انه المسلمين هيك، بالعكس الاسلام هو دين سلام ودين محبه، الاسلام دين امان واطمئنان. وطبعا انا بقول هذه مؤامرات دوليه يعني تتعرض عليها الشعوب، نحن مصابين بهذه المؤامرات، وانا اتمنى انه تنتهي بالقريب العاجل، تنتهي الحرب بسوريا، الحرب ويعني ينتهي الارهاب بسوريا، بالعراق، بفلسطين، وايضا في محاولات كثير ارهابيه بلبنان. والحمد لله لبنان جيشه، رجاله، ابطاله عم يقفوا بوجه هذا الارهاب الوسخ. فنتمنى انه على ايامنا يعني نوصل لمرحله ينتهي هذا المرض الطاعون السرطاني. شكرا. كيف بتبارك لجلالة الملك والشعب المغربي بالمناسبة؟ بدي أقول تحياتي لك أول شيء عماد، تحياتي لكل مشاهدي أرابيكا، وأكيد الله يطول بعمر جلالة الملك محمد السادس، لأنه صراحة لما منروح لهونيك منحس حالنا بعدنا ببلدنا لبنان، من حسن الضيافة والاستقبال، وبيسهلوا لنا كثير الأمور وبيفتحوا لنا صالونات الشرف. فهيدي شغله كتير كبيره، والله يقويهم يا رب، والف مبروك على عيد العرش، لانه هذا بنحسه عيدنا كمان الوطني. نحن بلد واحد، شعب واحد، ان شاء الله بنضلنا متكاتفين الى ابد الابدين. بلبنان هذا العام تقريبا عم بتطل باكثر من مدينه ومحافظه. صحيح، يعني هيدي انا سعاده كتير كبيره لإلي اني اخيرا بقلب بلدي عم حس حالي مكرم من قبل الناس ومن قبل حتى الصحافة والإعلام وإلى آخره. فأنا مدين للكل، وإن شاء الله الله يقدرني وكيف الكل. كنا عم نشوف أصداء أغنية عم شوف خيالات، وهيدي عينة من الألبوم، والكفر حلو كتير ومميز، شفنا صورة جونيور فيها. صحيح، يعني هو الألبوم اسمه عمري وذكرياته، فعملنا هيك باك جراوند. ابني رجعني 20 أكثر 30 سنة لورا، فإن شاء الله هذا الألبوم ينال إعجاب الناس مثل السابقين. مسارح كتير طلت فيها هذا العام وحطل فيها، ولكن حتختم الصيف بإطلالة مميزة بمسرح عريق بفرنسا. خبرنا عن التاريخ والمسرح وكيف التحضيرات لهناك.
رح كون بفولي برجير اذا الله راد ب 25 اكتوبر، وان شاء الله تكون حفله مميزه. وانا سعيد جدا باني بتواجدي هالمسرح الرائع يلي يمكن كتار من الفنانين بتكون عينهم عليه. فانا الله قدرني ورح كون موجود بفولي برجير، وكونوا كتار. هذه السنة الثانية بلتقي معك بمناسبة العيد تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، وبهذه المناسبة أتوجه بأسمى عبارات التبريكات لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وإحنا في المغرب كنا شمالا وجنوبا كنهنئوا جلالة الملك على المجهودات الجبارة اللي كيديرها في البلاد ديالنا والمشاريع الكبرى لما هي ما شاء الله. وعندنا هذه السنة إن شاء الله احتضان قمة التغير المناخي الكاب 22 بمراكش، وما شاء الله كان تم افتتاح كذلك المحطة نور الطاقية، يعني هي أكبر محطة طاقة الشمسية بالعالم. وعندنا يعني ما شاء الله يعني مشاريع اللي هي يعني خصنا الناس كلهم يجوا يزوروا البلاد ديالنا ويشوفوا هذه المشاريع ويشوفوا التقدم والازدهار اللي حصل في 17 سنة من المشاريع التنموية اللي حققها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. الجمهور العريض الكبير الجميل الرائع المحب المتفاعل مع الفنان. طبعا المغرب طول عمره من ايام جلاله الملك الحسن وعلى ايام جلاله الملك محمد السادس كانت مركز حب للفنانين، من سيدة أم كلثوم إلى عبد الحليم حافظ. واليوم لما بتطلع على المغرب ما شاء الله بتطورها وازدهارها وحبها للفن والفنانين، بتلاقي نفسك لما تروح على المغرب تقول هوم سويت هوم بتلاقي نفسك جيت على بيتك. ونحن اليوم بدي أقول إنه يعني سعيدين جدا إنه يكون عندنا يعني السيد الفاضل سعادة القنصل بلبنان اللي نورت كمان وأعطي صورة راقية جدا عن المغرب، كيف المرأة تحتل مكانة مرموقة بالدولة وتكون يعني وجه جميل للبلد، تمثل بلدها بشكل كتير جميل. وبقول لك ست سعادة القنصل هي أكبر مثل على هيدا. فبنشعر نحن دايما أنه المغرب ولبنان بلدين شقيقين وشعبين شقيقين ومحبين لبعض، وإن شاء الله دايما هذا التواصل بيكون موجود. وكل عام وانتم بخير، كل عام جلالة الملك خير، وكل عام العرش دايما بحب لشعبه ومن شعبه وبأمان واطمئنان إلى هذا البلد الرائع الجمال. ألف مبروك ما أصدرته مؤخرا السوبر ستار راغب علامة، كليب رائع وأغنية رائعة كالعادة، يعني هذا راغب. الحمد لله الحمد لله تعبنا عليه، والأغنية انشغلت بهدوء على نار هادية وانطبخت على نار هادي، ومشان هيك عطيت نتيجة جميلة الحمد لله. أنا سعيد جدا بهالتفاعل الجماهيري مع الأغنية السريع، يعني خلال الأسبوع بعتقد اليوم وصلنا لمليون فيور على اليوتيوب، يعني كتير سريعة. سعادة السفير، أنت سفير للبيئة. المغرب بلد كتير محافظة على البيئة والثروة ثروة الأشجار اللي عندهم، يعني جلالة الملك كتير مهتم كبلد بالزراعة، بتلاقي عندهم أحلى مزارع. وأنا إن شاء الله سيكون لي منزل يوما ما بالمغرب بإذن الله إن شاء الله. والله الشرف لإلي إن شاء الله. موفق. كيف كنا نقول بدنا نروح نلجأ إلى بلد آمن، شايفين اليوم ما بقى في ولا بلد آمن، شو عم بيصير بالدنيا؟ في بلد آمن، المغرب ما شاء الله موجودة وإن شاء الله دائما يعني بدنا ندق على الخشب في بلاد آمنة. لا اليوم حقيقة ما يتعرض له العالم العربي ويعني شيء. سوف أحمل معي أنا وأسرتي ذكرى طيبة وجميلة من لبنان. أنت كمان زعلان مثلنا أنك حتغادرنا؟ لا إن شاء الله ستكون فرصة لاستقبال أصدقاء لبنانيين في المغرب
والعودة إلى لبنان. ستكون دائما هناك فرص إن شاء الله. تسلم الشعلة إلى سفير اللي قادم لنا، ويكون كمان قريب وطيب من الجميع مثل ما حضرتك. إن شاء الله. يعني لا شك أن السفير القادم سوف يكون دائما في مستوى السفراء المغاربة الذين يحملون معهم المغرب حيثما عينوا سفراء. بدنا نعيدك بالمناسبة اليوم، كيف بدك تعيد جلالة الملك؟ طبعا هذه مناسبة يهنئ المغاربة في كلهم جميعا جلالة الملك، وهي مناسبة لتجديد هذا الميثاق العريق القديم بين الملكية المغربية والشعب المغربي. سعادة القنصل بدي لك كل عام وانتم بألف خير. هذا اللقاء صرنا بنحافظ عليه، بنحبه كثير لأنه هو عيد مهم، ونحن بنحب جلالة الملك وبنحب الشعب المغربي وأرض المغرب، وبنحبكم أنتم بالذات. يعني بالسفارة المغربية بلبنان صرنا بنحسكم عائلة لنا. قديش أنتم طيبين، وبنقول لكم ينعاد عليكم. ميرسي عماد، احنا بدورنا كنشكروك على التواجد المستمر والدائم ديالك في المناسبات اللي كتنظمها سفاره المملكه المغربيه ببيروت، وخاصه عيد العرش المجيد. ومثل ما انتم تتحبونا، حتى الشعب المغربي كافه تيحبكم وتيحب الشعب اللبناني بشكل عام، وكنتمناو له مزيد من الازدهار ومزيد من الاستقرار ان شاء الله. شو بتقولي للشعب المغربي، شو بتقولي بالبدايه لجلاله الملك بهذه المناسبه المجيده؟ اكيد كنهني جلاله الملك وكنهني الشعب المغربي كافه، وتنتمنى ان شاء الله مزيد من التالق ومزيد من العطاء ومزيد من الاستقرار الامني، وهذا الشيء اكيد ان شاء الله في ظل حكم جلاله الملك محمد السادس. هذا العام في شيء جميل بالعائله، مولود مولاي رشيد. اكيد ان شاء الله يربى في عزهم مثل ما بنقول حنايا بالمغربيه، وكل سنه والعائله المغربيه الملكيه بالف خير، وهي عن جد عماد بحال اللي كتقولوا سند للشعب المغربي. بعد مرور هالسنوات سعادة القنصل، قد ايه فعلا تعلقتي بلبنان؟ حسيتي لبنان مثل ما كنت تسمع عنه؟ هلا عماد يمكن انت ادرى، ما كاين شي واحد تيزور لبنان. يسعد اوقاتكم. اسبوعيا بنطل عليكم عبر شاشه ارابيكا وحاملين معنا الكثير من الاخبار الحصريه من لبنان وبلاد العالم. خلينا نبداها من العاصمه بيروت والدعوه اللي تلقيناها من السفاره المغربيه في لبنان، والمناسبه ذكرى 17 لاعتلاء جلاله الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين. الاحتفال حضروا شخصيات سياسيه دبلوماسيه ثقافيه اعلاميه وفنيه، ومنهم السوبر ستار راغب علامي وملك الاحساس وائل جسار. لقاء معهم عن الحضور وعن جديدهم. ايضا لقاء مع السفير المغربي في لبنان الدكتور علي أومليل، وهذا آخر لقاء معه لأنه بهاللقاء بيغادر السفارة ليحل مكانه سفير آخر. كيف الأجواء هناك؟ منتابع سوا. ونعلي فيه الله عليك يا بلادي، ونسكن فيه ونعلي فيه الله عليك يا بلادي، الله عليك يا بلادي، فيك الناس تأمر، تبني مجد تبني عزة تبني بيت. بنزرع فيك نسمر من نور الشمس، ونحصد نجمة تاخدنا للقمة بمجدك يا دار. سعادة السفير، بدنا نقول لك مثل كل سنة أنا بتابعك وكل سنة بكون معكم بهالعيد الرائع، ولكن مثل ما سمعنا كلمتك على المسرح عم بتقلنا حيكون هذا اللقاء الأخير، بدك تغادرنا، وأنا شخصيا عزت علي لأني بحبك كثير. شكرا. وفي الواقع أن السنوات
التي قضيناها في لبنان كانت سنوات طيبة ومفيدة جدا، وكونا صداقات، وفي الواقع يعني كانت فرصة لتوثيق العلاقات المغربية اللبنانية. ولا شك أنني مسيء. واليوم الإرهاب انتشر زي مرض السرطان. طول عمرنا نقول، إذا بتعرف تويتاتي دايما، الإرهاب هذا مرض سرطاني انتشر، وللأسف إلى الدول الأوروبية. يمكن كانوا معتبرين نفسهم أنه هم بعاد عن هالشيء ما بيتدخلوا، لا بالعكس كان لازم يتدخلوا بالأساس لقمع هذا الإرهاب. وهل اللي عم بيصير اليوم يعني الإسلاموفوبيا، هذا شيء مسيء، لأنه إذا واحد أو 10 أو 100 من مليارين مسلم عملوا هالشيء، مش معناتها انه المسلمين هيك. بالعكس، الاسلام هو دين سلام ودين محبه، الاسلام دين امان واطمئنان. وطبعا انا بقول هذه مؤامرات دوليه يعني تتعرض عليها الشعوب، نحن مصابين بهذه المؤامرات، وانا اتمنى انه تنتهي بالقريب العاجل، تنتهي الحرب بسوريا، الحرب ويعني ينتهي الارهاب بسوريا، بالعراق، بفلسطين، وايضا في محاولات كثير ارهابيه بلبنان. الحمد لله لبنان جيشه، رجاله، ابطاله عم يقفوا بوجه هذا الارهاب الوسخ. فنتمنى انه على ايامنا يعني نوصل لمرحله ينتهي هذا المرض الطاعون السرطاني. شكرا. كيف بتبارك لجلالة الملك والشعب المغربي بالمناسبة؟ بدي أقول تحياتي لك أول شيء عماد، تحياتي لكل مشاهدي أرابيكا، وأكيد الله يطول بعمر جلالة الملك محمد السادس، لأنه صراحة لما منروح لهونيك منحس حالنا بعدنا ببلدنا لبنان، من حسن الضيافة والاستقبال، وبيسهلوا لنا كثير الأمور وبيفتحوا لنا صالونات الشرف. فهيدي شغله كتير كبيره، والله يقويهم يا رب، والف مبروك على عيد العرش، لانه هذا بنحسه عيدنا كمان الوطني. نحن بلد واحد، شعب واحد، ان شاء الله بنضلنا متكاتفين الى ابد الابدين. بلبنان هذا العام تقريبا عم بتطل باكثر من مدينه ومحافظه. صحيح، يعني هيدي انا سعاده كتير كبيره لإلي اني اخيرا بقلب بلدي عم حس حالي مكرم من قبل الناس. إلا ما كيتعلق فيه، يعني لبنان بلد سبيسيال وبلد خاص وبلد جميل جدا. للأسف كاين بعض الظروف اللي كتخليه كيمر بحقبة إن شاء الله تكون مؤقتة، ولكن إن شاء الله دائما مزيد من الازدهار. سعادة القنصل، قديش أنت وجه محبوب، ويوم عن يوم كتار صاروا بيحبوا يجوا على السفارة ليشوفوا وجهك ويتعرفوا عليك، ومنهم ما شفنا اليوم حتى نجوم الصف الأول صار عندهم التزام أنه يجوا على العيد الوطني، مثل ما شفنا اليوم السوبر ستار رغب علامي وملك الإحساس وائل جسار، يمكن لأول مرة بيجوا بيحضروا المناسبة. عماد، احنا الشعب المغربي بشكل عام معروف انه شعب مضياف، شعب كريم وشعب يحب الاخر، فبالتالي احنا واجبنا كدبلوماسيين انه نعطيو هذا الانطباع في البلدان الاعتماديه ديالنا. من هذا المنطلق تنحاولوا نربطوا علاقات مميزه جدا مع الاخوان اللي تيكون عندنا اشتغال معهم بالسفاره، ولا ان كان سوبر ستار راغب علامه ولا ملك الاحساس وائل جسار ولا القيصر كاظم الساهر هذيك السنه، كلهم من الناس اللي حريصين على التواجد دائما بجميع المناسبات ديال المملكه المغربيه. اكيد هون بدنا نقول انه القيصر ما حضر، ولكن الورود الحلوه اللي بارسلها حضرت عنه. اكيد هو يعني الفنان كاظم الساهر من اصدقاء المملكه المغربيه، هو تقريبا مقيم بالمملكه المغربيه، هو من اصدقاء السفاره ودائما يسهر انه يكون متواجد معنا، واذا ما قدر يعني بيقوم بالواجب. شكرا وبنحبك بزاف. ميرسي، ونحن بالاكثر بزاف بزاف بزاف. ميرسي عماد. مين اهتم بطلتك اليوم ومين لابسك هالثوب الحلو؟
هلا انا عندي مجموعه من الصديقات ومن المصممات ديال القفاطين المغربيه من مدينه فاس اللي انا تنحرص دائما يكونوا قفاطيني منها، وكنلاحظ انك دائما تنت حريص على انك يكون الزي المغربي حاضر في العيد الوطني ديالنا. الله يعطيك السر، ما عندي ما نسالك. شو النشاطات المقبله للسفاره ان شاء الله؟ هلا كنحاولوا ان شاء الله كل سنه نقوموا باسبوع ثقافي مغربي لنعرفوا الشعب اللبناني على الثقافه المغربيه، ان كان من ازياء، من موسيقى، من تراث. فاكيد ان شاء الله غيكون شي حاجه هذه السنه خلال هذه السنه، ولكن توقيت محدد قيد الدرس. السوبر ستار رغب علامي، اهلا وسهلا فيك. منور اليوم الاحتفال الذي تقيمه السفاره المغربيه، وهذا احتفال بيصير بكل الدول احتفالا بجلاله الملك محمد السادس لعيد العرش. خبرنا عن حضورك، قد ايه بتاكد محبتك للمغرب والشعب المغربي وجلاله الملك؟ أنا أتعايش مع المغرب والمغاربة من 30 سنة، في المغرب وخارج المغرب، في لبنان، في أمريكا، في فرنسا،